شوف، إذا ذكر التنظيم القطري كان لزاما أن نذكر الإرهاب، فهو توأم ولا يمكن أن تذكر إحداهما من دون الآخر. في الصومال بالذات لعبت قطر دور في دعم حركة الشباب الإرهابية التي هي فرع تنظيم القاعدة منذ أن أنشئ منذ عام 2004. يمكن كثير من المشاهدين لا يعرفون بأن الرجل الثاني لهذا التنظيم الإرهابي وهو محمد سعيد أتم يقيم في داخل الدوحة. الرجل الثاني في حركة الشباب التي هي فرع تنظيم القاعدة وموجود في الدوحة الآن، وهو موضوع بالمناسبة على قائمة لائحة الإرهاب للدول الرباعية المحاربة للإرهاب. وصول قطر إلى داخل القيادة السياسية الصومالية هو ما جعل قطر يسيطر على الوضع. محمد ياسين أو عفوا فهد ياسين كان مراسل لقناة الجزيرة في الصومال، واستطاع أن يصل إلى أن يكون حاليا الآن رئيس وكالة الاستخبارات والأمن القومي في داخل الصومال بفضل المال الحرام وبفضل الرشاوى التي دفعتها قطر في العبث في داخل السياسة الصومالية. وكلنا يعرف العلاقة بين السياسة الصومالية أو القادة السياسيين هناك وبين الدوحة واللقاءات التي تحدث بينهم، وبالتالي كل دعم حركة الشباب من تسليح ومن تدريب ومن إيواء ومن تكفل بكل ما يحتاجون له يصل من خلال الدوحة، لأنها ملتزمة أساسا بدعم تنظيم القاعدة وفروعه أينما وجدوا أينما كانوا.